عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم بعنوان المتجهات، وسيكون محور الحديث هو سؤال: ما المقصود بالمتجه؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال دعونا ننظر إلى هذا الجدول، ونريد أن نترجم بعض الجمل الشائعة في الحياة العملية ونريد ترجمتها إلى الفيزياء. رقم 1: أستغرق حوالي 20 دقيقة حتى أصل إلى المدرسة. هنا الجملة تشير إلى الزمن. اشتريت 3 كيلوغرام من الأرز، نشير هنا إلى الكتلة. عداد السرعة في السيارة يشير إلى 90 كيلومتر كل ساعة، بالطبع نتحدث عن السرعة. عندما يعمل المكيف نلاحظ الرقم 25 درجة سليزيوس، هنا درجة الحرارة. مصباح كهربي مكتوب عليه 220 فولت، فهذا هو فرق الجهد. إذن كلمة الزمن، الكتلة، السرعة، درجة الحرارة وفرق الجهد، وتلك الكلمات ستجد أنها تتكرر كثيرا في المنهاج، تشير إلى ما يسمى بالكميات الفيزيائية. إذن عندما أسأل اذكر بعض الكميات الفيزيائية، يمكنك الإجابة بالزمن، الكتلة، السرعة، درجة الحرارة، فرق الجهد. ننتقل إلى الشريحة التالية. بالنسبة للكميات الفيزيائية هناك بعض المفاهيم المرتبطة بها ارتباط وثيق والتي لابد من العلم بها بشكل جيد. الكميات، لكل كمية فيزيائية رمز ووحدة قياس. إذن الطول رمزه L ووحدة قياسه متر، ورمز وحدة القياس M small. معظم الكميات الفيزيائية رموزها تأتي من الكلمات الإنجليزية، بمعنى أن الطول length، so the first letter is L، وبالتالي تم أخذ الرمز L ليكون رمز الطول. المسافة distance، so the first letter is D، وأيضا وحدة قياس المسافة هو المتر ورمز وحدة القياس M. الإزاحة دلتا إكس، وحدة القياس متر ورمز وحدة القياس M. في مسائل الفيزياء نستخدم عادة الرموز الفيزيائية ووحدات القياس أيضا بالرموز وليس الكلمة نفسها. وهكذا الكتلة، الزمن، شدة التيار الكهربي، الكثافة، السرعة، التسارع، القوة، كل هذه الكلمات هي أمثلة للكميات الفيزيائية. يجب علينا أن نحفظ رمز الكمية، وحدة قياس الكمية، ورمز وحدة القياس أيضا. بالنسبة إلى الكميات الفيزيائية فهي تنقسم إلى نوعين: كميات قياسية وكميات متجهة. ما معنى الكمية القياسية؟ الكمية القياسية هي الكمية التي تعرف فقط بدلالة المقدار، بمعنى كم مدة المحاضرة؟ 30 دقيقة. اكتفينا بهذه المعلومة فقط، لم نذكر أي اتجاه، 30 دقيقة شمالا، جنوبا، شرقا، غربا، لا، هذا خاطئ. طول محمد 170 سنتيمتر فقط، لا نضيف أي اتجاه، وذلك لأن الطول والزمن من الكميات القياسية. أما الكميات الفيزيائية المتجهة فهي الكميات التي تعرف بدلالة المقدار والاتجاه، أي لها كل من المقدار والاتجاه. مثلا فتح الباب يريد قوة 500 نيوتن، فقد تطبق هذه القوة 500 نيوتن ولكن لا تستطيع فتح الباب. لماذا؟
قد يكون مكتوبا على الباب ادفع وأنت قمت بسحب الباب، أو اسحب وأنت قمت بفتح الباب، أنك قمت بتطبيق المقدار المطلوب، ولكن بما أنك أخطأت في الاتجاه فلن ينفتح الباب. أيضا الإزاحة من المنزل إلى المدرسة 300 متر شمالا، فإذا قمت بالتحرك 300 متر شرقا أو غربا أو جنوبا فلن تصل، على الرغم من أن مقدار الإزاحة هو المقدار المطلوب، ولكن الإزاحة كمية متجهة، إذن لابد أن تحدد الاتجاه الصحيح. وهنا بعض الأمثلة على الكميات الفيزيائية المتجهة، فمثلا الإزاحة، السرعة المتجهة، التسارع، القوة، الوزن، كمية التحرك، كل هذه الكميات كمية متجهة. والآن حان الوقت للإجابة على سؤال حلقة اليوم: ما هو المتجه؟ المتجه باختصار هو تعبير عن الكميات التي لها مقدار واتجاه، أو هو التعبير عن الكمية المتجهة.